يحتضن الملعب البلدي ببركان مساء اليوم في تمام الساعة 8 مساء مواجهة حارقة تجمع بين نهضة بركان والجيش الملكي، وذلك برسم إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويدخل العساكر اللقاء بمعنويات مرتفعة وأفضلية مريحة بعد حسمهم لقاء الذهاب بالرباط بنتيجة 2-0 بفضل ثنائية أحمد حمودان وخالد أيت أورخان. هذه النتيجة تمنح الجيش الملكي عدة خيارات للتأهل، حيث يكفيهم التعادل أو الخسارة بفارق هدف واحد للعبور إلى المشهد الختامي. وفي المقابل يجد فارس الشرق نفسه أمام تحد كبير، إذ يتوجب على أبناء بركان استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز بفارق 3 أهداف لقلب الطاولة وضمان بطاقة الترشح في ليلة قارية مرتقبة. الفائز من هذا الديربي المغربي القاري سيضرب موعدا في المباراة النهائية مع المتأهل من نصف نهائي الآخر الذي يجمع بين الترجي التونسي وصن داونز الجنوب افريقي. بين خبرة نهضة بركان في المواعيد الكبرى وطموح الجيش الملكي لاستعادة الأمجاد القارية، تظل كل الاحتمالات واردة في سهرة كروي لا تقبل القسم على 2. فلمن ستكون الغلبة الليلة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.